انت مش ساكت علشان مفيش كلام جواك، انت ساكت علشان الكلام بقى تقيل قوي، بقى ما ينفعش يتقال لأي حد. كل مرة كنت بتحاول تتكلم كنت بتحس انك بتكشف نفسك لناس مش فارق معاها ولا فاهمة ايه اللي جواك. دايما بتحاول تفضفض وتحكي وتخرج اللي بيقتلك واحدة واحدة، بس كنت دايما بتلاقي ردود سطحية وكلام سخيف ومحفوظ في نفس الوقت وابتسامات مش حقيقية. عارف يعني ايه يبقى نفسك تصرخ؟ نفسك تحكي عن تعبك، عن خوفك، عن القلق اللي مصحيك بالليل، عن الوحدة اللي مالية قلبك حتى وانت وسط أقرب الناس ليك. بس لما تبص حواليك تلاقي أقرب الناس ليك دول هم أبعد الناس عنك. تقول في نفسك ما هو لو كانوا حاسين بيا ما كنتش اتكسرت وانا وسطهم، ما كنتش اضطريت اتعلم ابلع الكلام وادفنه جوايا. الحقيقة اننا بقينا شطار قوي في التمثيل، نضحك ونهزر ونقول كله تمام، بس جوه كل واحد فينا حرب ما بين اللي عايز يحكي واللي عايز يسكت. في ناس دايما بتسألك وتقولك مالك انت ساكت ليه، وانت تبص في عينيهم وتضحك وترد بكلمة صغيرة قوي وتقول لهم ولا حاجة. بس الحقيقة ان السكوت ده مش ولا حاجة، ده كل حاجة. ده الكلام اللي متقالش والمشاعر اللي مفيش حد فهمها والخذلان اللي جه من أقرب الناس ليك. أوقات بيبقى نفسك في حضن، في كلمة أنا جنبك، بس لما يبقاش فيه اللي يستاهل الكلام دايما بنختار إن احنا نسكت، مش علشان ارتحنا للسكوت، بس علشان تعبنا من كل مرة بنحكي فيها نطلع أضعف وننجرح أكتر من الأول. السكوت مش دايما هدوء، أحيانا بيبقى صرخة، بس صرخة من غير صوت. بيوجع بس الوجع بيبقى من جواك، وبيعلم بس العلامات مش ظاهرة على الوش، موجودة ولكن جوا قلبك. بس اللي الناس مش عارفاه إن السكوت ده ما بيبقاش ضعف ولا هروب، ده نوع من أنواع نجاة كده من خيبة أمل جديدة، من خذلان متكرر، من محاولة إنك توصل مشاعرك لناس بتفهمك غلط أو ما بتحاولش أصلا إنها تفهم. السكوت ده بيبقى عبارة عن حماية، درع بقينا نحط بينا وبين اللي حوالينا مسافة، مش علشان بنكرههم، بس علشان تعبنا من إننا نكون واضحين ونتوجع أكتر من الأول. بقينا نختار نسكت ونكتب الكلام اللي جوانا على أطراف قلبنا مش على أطراف لساننا. ياما ليالي عدت علينا وإحنا في عز الليل بنقلب في صور أو بنسمع أغنية قديمة، ودايما بنقول كنا محتاجين حد يسمعها معانا. للأسف عمرنا ما شفنا الحد ده ولا عمرنا لقيناه. ما كانش في حد يقعد جنبك من غير ما يحكم، ولا حتى يسمعك كده من غير ما يقاطع، ولا يطبطب على قلبك من غير ما يسألك انت ليه عملت كده. اوقات بتبقى بتتكلم من غير صوت، مجرد ان انت بس بتصرخ، ولكن حتى من غير نفس. كل مرة كنت بتكتم فيها في جزء صغير من روحك كان بيتكسر. بس انت دلوقتي اتعلمت ان مش كل الكلام يتقال، وان في مشاعر امانها الحقيقي هي انها تدفن جواك. اتعلمت انك ما تطلعهاش الا لحد يقدرها، والاغرب انك بتوصل لمرحلة بتبطل تحاول، تبطل تدور كده على اللي يفهمك او حتى اللي يسمعك، بتقعد في هدوءك وفي سكوتك وتبدأ تتآلف مع الوحدة. بدأت تتعلم تسمع صوتك الداخلي وتطبطب على نفسك بنفسك، ويمكن ده اللي بيوجعك أكتر، إنك تبقى مضطر تكون لنفسك الكتف والصدر والونس، مضطر تضحك قدام الكل بس جواك في حد بيعيط وحد تاني بيقوله اسكت، مفيش فايدة. الحقيقة إن وسط كل ده في لحظة صغيرة بتبص فيها لنفسك في المراية وبتفكر وتسأل نفسك، هو أنا محتاج حد يسمعني؟ ولا أنا محتاج ألاقي نفسي اللي ضاعت وسط الكلام اللي أنا ما قلتوش؟ يمكن اللي حواليك مش سامعينك، ويمكن سكوتك بقى تقيل،
وبقيت بتحس إن مفيش فايدة من الكلام. بس الحقيقة إن في لحظات وإنت لوحدك في عز الليل بيطلع جواك صوت صغير وضعيف بس كله عند، صوت بيقولك كمل، ما تسيبش نفسك للسكوت. مش علشان حد هيجي هيسمعك، لكن علشان لسه جواك حياة ولسه فيك نفس. أوقات بتفتكر إن الصمت والسكوت هو النهاية، لكن يمكن يكون البداية، بداية إنك تفهم نفسك وتحبها وتحميها، تكتب اللي مش قادر تقوله وترسم اللي مش قادر تعبر عنه. حتى لو سكت، بس انت عارف إنك مش هتفضل كده على طول. سكوتك مش لازم يبقى قبر لكلامك، ممكن يكون حضانة مؤقتة ليه لحد ما يلاقي وقت ويطلع فيه ويتسمع. يمكن لما يجي الوقت ده نكون احنا نفسنا اتغيرنا وتقوينا وبقينا مستعدين نحكي، مش لأي حد لكن لنفسنا الأول. كل مرة بتفتكر انك لوحدك، افتكر انك لسه هنا ولسه واقف على رجليك ولسه بتتنفس ولسه في جواك حكايات حتى لو لسه ما اتقالتش. وفي وسط السكون اللي بقى عادة بدأت تسمع حاجات مكانها مش بره، صوت نفسك، صوت دقات قلبك، وصوت داخلي كده هادي بيقولك أنا هنا ومش هسيبك. السكوت ما بقاش مرعب زي زمان، بقى زي صاحب قديم كده جاي يقعد جنبك في هدوء، ما بيحاولش يشرح ولا ينصح، بس وجوده لوحده مريح، عارف وجعك وبيسنده من غير كلام. بتبدأ تفهم إنك مش محتاج الناس تفهمك طول الوقت، مش لازم كل جرح يبقى عليه شاهد ولا كل دمعة تلاقي حضن. أوقات كفاية تبقى أنت الحضن لنفسك، وإنك تكون الشخص اللي فضل لما الكل يمشي إنه يكتشف إن الاستمرار مش دايما في الحكي. أوقات الاستمرار الحقيقي بيكون في إنك تصحى كل يوم تلبس الوجع زي جاكيت تقيل وتخرج تكمل حياتك، مش لأنك مرتاح من كده، بس لأنك قوي حتى وإنت مكسور. يمكن في لحظة مش متوقعة وسط يوم عادي جدا تلاقي حد بيسألك السؤال اللي طول عمرك مستنيه: مالك؟ يقولك أنا سامعك. ويمكن ما تلاقيش، بس الأكيد إنك بقيت فاهم قيمة نفسك وعارف إنك تستاهل اللي يسمعك بصدق، مش مجرد إنه يرد عليك. لازم تبقى عارف إنك طول الوقت ده ما كنتش ساكت، إنت كنت بتبني جواك مساحة أمان، مساحة يكون فيها السكوت مش هروب بس راحة استعداد للحظة اللي هتتكلم فيها بقلب مفتوح وصوت ثابت وقوي، وتقول أنا اتألمت وسكت بس أنا لسه هنا ولسه مكمل. وفي عز اللحظة اللي كنت فاكر إنك خلاص بتغرق في سكاتك، اكتشفت إنك بتتعلم تسمع اللي جواك، تفهم نظراتك في المراية، وتعرف إمتى قلبك بيتكلم من غير ولا كلمة. اللي ما فهمكش زمان ما كانش غلط منك ولا إنك بتحس زيادة عن اللزوم، بس يمكن كنت دايما سابق بخطوة. عدت أيام كتير كنت بتقول فيها أنا مش قادر أكمل، وبرغم كده كملت. محدش حس، بس انت عارف من جواك، عارف إن كل يوم عدى من غير ما تنهار كان انتصار صغير، بس ليك كان بعمر كامل. والغريب إنك بقيت تلاقي في سكوتك سلام نفسي، مكان ما بيوجعكش، مكان كله أمان حتى لو فاضي. بدأت تحس إنك مش محتاج حد يفهم كل حاجة، كفاية اللي بيحاول يفهم كل حاجة، كفاية اللي بيقعد جنبك في صمت كده من غير ما يضايقك ومن غير ما يطلب منك إنك تبرر وجعك. بقيت تفهم إن الدنيا مش دايما هتديك كل اللي انت بتتمناه، بس هتعلمك تبقى قوي وأهدى وأحن على نفسك. لما تسكت دلوقتي ما بقتش بتكتم، انت بتختار تحتفظ بجزء منك لنفسك، مش ضعف ولا خوف ولكن نضج. انت كنت لوحدك كتير بس عمرك ما كنت ضايع، انت كنت بتتكون في هدوء وفي سكوت وفي صبر محدش شافه غيرك. أنا محمد حلمي، وانت كنت بتسمع بودكاست غاوي حكاوي.